الغزيرة التي ضربت بعض البلدات في شمال إيطاليا يوم الثلاثاء. في البندقية أعلنت سلطات المدينة أنها سترفع السد المتحرك لحماية البحيرة من المد المرتفع النادر في غير موسمه، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا خلال شهر مايو أيار. تم إغلاق المدارس في المناطق التي تتأهب لفيضانات محتملة. تم إيقاف حركة القطارات، ويقول خبراء الأرصاد الجوية إن إيطاليا يمكن أن تتوقع هطل أمطار غزيرة لعدة أيام أخرى، خاصة على المنطقة الشمالية والتي ظلت تعاني من نقص في منسوب مياه الأمطار لأسابيع متتالية ربيع هذا العام. يأتي هطل الأمطار الغزيرة في الوقت الذي تواجه فيه إيطاليا عاما ثانيا من الجفاف، ما أدى إلى استنفاد أكبر أنهارها نهر بو. في الأثناء مشاهدينا إلى توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة في عواصم القارة الأوروبية، وهي كالتالي: أجواء مستقرة نسبيا بداية في مدريد، وكذلك هو الحال في برشلونة، والحرارة تسجل حول حاجز 20 درجة مئوية. الأجواء ماطرة على فترات بالاتجاه غربا، مع قيم حرارية معظمها تسجل دون حاجز 20 درجة مئوية نهارا. تتجدد سلسلة العواصف الرعدية القوية والأمطار الغزيرة في روما العاصمة الإيطالية مع 23 درجة مئوية. أمطار متوقعة مشاهدينا في سراييفو، والحرارة حول 10 مئوية، مع درجات حرارة 20 متوقعة شرقا هذه المرة في كييف، بوخارست، ومنها إلى أثينا اليونانية. إلى شمال القارة الأفريقية الأجواء غائمة بداية في القاهرة العاصمة المصرية نهار الغد مع 31 درجة مئوية. ترتفع في المقابل درجات الحرارة بشكل واضح تصل إلى 37 مئوية في طرابلس الليبية، لكن مع استمرار الأجواء الماطرة في تونس العاصمة ومنها إلى الجزائر مع درجات حرارة 20 تنخفض إلى ما دون 20 مئوية في الجزائر العاصمة ومنها إلى الرباط المغربية مع ذات هذه الأجواء. منتصف المستويات 300 متوقع في الأثناء في نواكشوط ومنها إلى باماكو، أولى إلى منتصف المستويات 400 متوقع في الأثناء في نيامي جنوبا، وكذلك جمينة ومنها إلى الخرطوم في ظل أجواء مشمسة ومستقرة في الغالب. إلى شبه القارة الهندية مشاهدينا سجلت خسائر بشرية وأخرى مادية في بورما، ووصل الإعصار إلى اليابسة بلغت سرعة رياحه 195 كيلومترا في الساعة بين سيتوي وفي بورما تحديدا وكوكس بازار في بنغلاديش، حيث أقيمت مخيمات لنازحي الروهينجا. ما زال أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين، وتعتبر موكا أكبر عاصفة تشهدها المنطقة منذ أكثر من عقد، وقد دمرت قرى ومخيمات وتسببت في فيضانات عارمة وانقطاعات في الكهرباء. إلى ذلك قالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية هذه المرة إن موجات الحر قد تطال أجزاء من المناطق الساحلية في ولايتي أندرا براديش والبنغال الغربية، وكذلك في بعض مناطق ولاية أوديشا. بلغت أعلى درجة حرارة في البلاد الاثنين 44 درجة مئوية، ونصف الدرجة المئوية الواحدة في منطقة كامار في بولاية ماديا برادش. ويشار إلى أن الهند عادة ما تعلن حالة تأهب لاستقبال أيام من الحرارة الحارقة والمرتفعة خلال شهر آيار مايو. إلى اللقاء.